تأتي تلك الزوجة وتجلس مع النساء في مجلس عرس أو في مجلس فاتحة، وتأتي إلى زوجها فتنقل مواصفات النساء التي رأتها هناك في مجلس العرس إلى الزوج. فلانة هيك لابسة، فلانة طويلة، فلانة قصيرة، فلانة كذا، فلانة كذا. المفروض أنت لا تنقلين هذه الأخبار للزوج، ولذلك المفروض من الزوج أن يلوم هذه المرأة، يقول لها إحنا شكو، فعلا ما فعلا أنا شكو. هنا المرأة فتحت باب على نفسها، فتحت باب على نفسها أنها ذكرت مواصفات لنساء هو لم يراها، ويجوز صاحبنا يتعلق بالنساء وهاي الزوجة تفلس من الصفحتين بعد. لو كانت تغار على زوجها ما تنقل هذه الأخبار لزوجها، هذا واحد. ثانيا أن الزوجة عندما تجلس مع النساء تتكلم على زوجها، تنقل فضائل زوجها، أن زوجها بارحة جاب لها كذا، زوجها يملك من الأموال كذا، زوجها عامل كذا. يعني بعض النساء من يجلسن سوية يتحدثن حتى بعلاقة الرجل مع الزوجة إلى هذه الدرجة. هذا عنصر الغيرة معدوم. تقولها فلان كذا عمل وفلان كذا عمل، تتكلم مع النساء الأخريات على زوجها، هذا انعدام لجانب الغيرة. بعض النساء تصور المشاكل ما بينها وما بين زوجها على وسائل التواصل. أين الغيرة هنا؟ أين الغيرة؟ وما هي الفائدة من ذلك؟ فالغيرة في الأسرة لابد أن تفعل. الزوج يغار على زوجته والزوجة تغار على زوجها.